بكل فخر رفع منير بعتور علم المثليين في شوارع تونس. خطوة شجاعة لهذا المحامي الذي يبلغ من العمر 48 عاما. بعتور الذي يرأس الحزب الليبرالي يتطلع إلى الدفاع عن الأقليات الجنسية في بلاده. قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية في بلد يمنع قانونيا المثلية الجنسية. أنا قبل كل شيء مواطن تونسي، ولدي الحق في الترشح أمام الشعب التونسي لأطلب منه انتخابي. ما أريد تحقيقه بالتأكيد هو ضمان حقوق المثليين المضطهدين في تونس. بعتور رئيس جمعية شمس يطالب منذ سنوات بإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي الذي يعتبر المثلية الجنسية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات. بعتور سبق وأن سجن لمدة 3 أشهر عام 2013 بتهمة الاعتداء على قاصر، أمر طالما نفاه. منير بعتور الذي يواجه موجة من الانتقادات كان هدفا لسلسلة من التهديدات بالقتل. استراتيجيته في استخدام وسائل الإعلام تعرضه للخطر. بالنسبة إليه الطريق مليئة بالصعاب، ويتعين عليه الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ما إذا كان ترشحه للرئاسة سيصدق عليه أم لا.